لو فاكر أن فيليبي كوتينيو، آريان روبن أو حتى ريكاردو كواريزما هم ملوك التسديدات المقوسة وملوك الإيرتو بصفة عامة، فصدقني أن كل دي الاختيارات اللي اخترتها كلها أسطورية، وصدقني أنك تفهم كثير في كرة القدم بكل اختصار. لذلك في هذا الفيديو بالضبط راح أتكلم عن مين أفضل 10 لاعبين تسديدا للإيرتو في آخر 20 سنة. قبل بداية الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك واشترك بالقناة وصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وبدون مقدمات انطلقنا. الإيرتو بكل اختصار هي أجمل ما في التسديد وأجمل ما في التسديدات عن بعد، وإتقانها يتطلب خبرة كبيرة. وفي المركز العاشر في القائمة لدينا باولو ديبالا، بطل العالم، صاحب القدم اليسرى الساحرة، تسديدات من عالم آخر، إيرتو خرافية، موهبة عظيمة دمرتها الإصابات، لاعب فنان ومراوغ ويبهرك حتى في التسديدات. باولو ديبالا كان بيقدم مستويات عالية مع اليوفي، حرفيا كان شايل الفريق لوحده، تسديده بقدمه اليسرى بيغير المباراة ويقلب المباراة من الثاني. وفي المركز التاسع في القائمة لدينا جاريث بيل، القطار الويلزي، قدم يسرى ساحرة، مزيج بين السرعة والمراوغة وحتى التسديدات الخيالية الساحرة، ملك من ملوك الإيرتو، ومكانه في هذه القائمة كان مستحق. تسديدات من عالم ثاني، ده أصلا كرة القدم ليست رياضته المفضلة وأبدع فيها كتير. ماذا لو كانت كرة القدم هي رياضته المفضلة؟ لكان أفضل لاعب في التاريخ مثلا. ولدينا في المركز الثامن في القائمة خيميس رودريغيز، الفنان الكولومبي، يجيد اللعب بالقدمين اليمنى وحتى اليسرى، وكلاهما بيضرب بهم إيرتو صاروخية ساحرة. ده خيميس رودريغيز من أكثر اللاعبين المظلومين إعلاميا، ما خدش حقه من الإعلام مع الميرينجي وحتى مع البايرن، بس مع المنتخب الكولومبي بيقدم كل حاجة داخل الملعب، يراوغ، يصنع، يسجل، ويبهرك حتى بالإيرتو الخيالية. وفي المركز السابع ماركوس أسينسيو، قدم يسرى خرافية، إيرتو خيالية، من أفضل اللاعبين اللي رأتهم عيني، تسديدات من عالم ثاني، بس ما أخدش حقه من الإعلام مثل خيميس رودريغيز، وظلم كثيرا في ريال مدريد، والإصابات لم تبتعد عليه وانتهى بسرعة للأسف. وفي المركز السادس لدينا أنخيل دي ماريا، الأرجنتيني المظلوم، ملك النهائيات وملك الإيرتو، من أفضل اللاعبين الأندر رايتن، لاعب فنان بشكل كبير، يفعل كل حاجة داخل الملعب، حرفيا قدم يسرى خارقة للعادة، تسديدات أكثر من رائعة، إيرتو موجودة، حرفيا أنخيل دي ماريا من أفضل اللاعبين اللي مروا عبر التاريخ. والآن وصلنا إلى التوب 5. وفي المركز الخامس لدينا دوغلاس كوستا، البرازيلي الفنان، أكثر لاعب دمرته الإصابات، من أكثر اللاعبين المهاريين اللي مروا عبر التاريخ، وأفضل اللاعبين تسديدا للإيرتو عبر التاريخ، أبدع مع اليوفي وأيضا في ميونخ، بس الإصابات دمرت مسيرته حرفيا. وفي المركز الرابع ليونيل ميسي، أعجوبة كرة القدم وأفضل لاعب في التاريخ، اللاعب الوحيد الذي يجيد فعل كل شيء، يراوغ، يسجل، يصنع، يدافع، ويسجل أيضا الأهداف الخيالية، الإيرتو وما أدراك ما الإيرتو. وصلنا الآن إلى أفضل 3 لاعبين في قائمة أفضل 10 لاعبين تسديدا للإيرتو عبر التاريخ. وفي المركز الثالث آريان روبن، الهولندي الطائر، ملك من ملوك الإيرتو، قدم يسرى غير عادية، أهداف خيالية ولا تصدق. وفي المركز الثاني ريكاردو كواريزما، من أكثر البرتغاليين الغير محظوظين في العالم، اللاعب اللي اخترع طريقة جديدة للإيرتو، الإيرتو خارج القدم، تسديدات صاروخية مذهلة بخارج القدم، مسيرة كانت لتكون أسطورية لو شغل عقله كويس. من أفضل أهداف كواريزما هدفه الخيالي مع منتخب البرتغال في كأس العالم روسيا 2018، وللأسف لم يأخذ عليه جائزة البوشكاش. وفي المركز الأول لدينا ومن غيره فيليبي كوتينيو، ملك الإيرتو، قدم يمنى تطلق الصواريخ، أيام القلعة الحمراء، أيام قميص ليفربول، أيام الرقم 10 تحت قيادة يورجن كلوب، في لحظة بدون تفكير يطلق قذيفة نحو المرمى ويسجل إيرتو خيالية. للأسف ما حدث في برشلونة كان أمرا سيئا للغاية. وفي هذه اللحظة تكون نهاية الفيديو، نتمنى لكم صحة جيدة وشاركوا معنا اختياراتكم للحلقة القادمة، وإلى اللقاء.